اهلا بيكم. انا اماني عبد الله، ودي سلسله علشان تعرفي ترضعي. يلا بينا نشوف فيديو النهارده بيكلمنا عن ايه. علشان نعرف نرضع طبيعي محتاجين نستعد نفسيا وجسديا وناخد قرار ان احنا ان شاء الله هنرضع طبيعي. هنتكلم مع حد يساعدنا او يفهمنا ازاي نرضع طبيعي وايه اوضاع الرضاعة الطبيعية الكويسة اللي ما تعملناش تشققات في الحلمة وايه اللي تخلينا نمر برحلة رضاعة سهلة وبسيطة. هجهز نفسي وهجهز ادواتي اللي هتساعدني على الرحلة ديت، وتعالى اقولكوا على 5 اهم حاجات لازم تمشي معاكي طول ما انتي ماشية في رحلة الرضاعة ان شاء الله. اول حاجة هتكون كفر الرضاعة او ستر الرضاعة، وانا افضل جدا اللي بيكون فيه حديدة من فوق من ناحية رقبة الام او داعم بلاستيك كده بيكون موجود بحيث بتشوفي البيبي والبيبي بيقدر يتنفس من خلاله، برضو بيسهل عليه التنفس. كفر الرضاعة دوت أهم حاجة في الرضاعة بالنسبة لي، من خلاله تقدري ترضعي في أي مكان في أي وقت، مش هتتكسفي. هو حميكي. أنا قاعدة مع أصحابي أقدر أرضع البيبي، أنا خارجة مش لازم أتحبس في البيت علشان ما أرضعش عشان أنا برضع. عندي مناسبة، قاعدة مع أصحابي، عندي خروجة، طيب عندي ضيوف في بيتي، مش لازم اقول استأذن واسيبهم وامشي. عادي يا جماعة نرضع طول ما احنا محترمين محتشمين وكفر الرضاعة حميني ومغطي جسمي، خلاص نرضع عادي. الرضاعة مش حاجة عيب، الرضاعة دي شيء رباني ربنا اداهولنا غذاء لابني، فانا لازم عادي ان انا ارضع وسط الناس، عادي ان انا ما اتكسفش اصلا ان انا ارضع قدام اي حد عادي. تاني حاجة وهو يمكن تستغربوه شوية بس هو فعلا يعني السيكريت السلاح السري بتاعي اللي هو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند دوت فظيع، هو مطهر مضاد للبكتيريا مضاد للفطريات، نستخدمه مكان الحفاضات للبيبي بدل الزنكز والزنك اويلز والحاجات اللي بنجيبها، بيبقى سحر. طبعا هو صاحبك يعني صديقك الصدوق في رحلة الرضاعة. هنستخدمه لو هنستخدم شفاط الثدي، هنستخدمه لو هنعمل اعتصار يدوي، هنستخدمه قبل ما نرضع في المساج علشان نحفز الغدد اللبنية بتاعتنا، عشان في الأول بيكون محتاجين نعمل مساج عشان اللبن ينزل بغزارة والبيبي يشبع. وهعمل لكم فيديو مخصوص كده، يعني الهيرو بتاعه هو هيكون زيت جوز الهند. تالت حاجة هي البوتل أو قارورة المية، ويا سلام لو هي سعة 2 لتر مثلا، هي دي صديقتك الصدوقة برضو. أينما وجدت رضاعة طبيعية أينما وجدت شرب للماء. مية الرضاعة مية 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 مية، مش حلاوة طحنية ومفتقة، ده هيكلبظنا ومش هيخلينا نخس، واحنا قلنا الرضاعة هي اللي بتخسسنا. طيب رابع حاجة وهي هتكون مخدة الرضاعة. مخدة الرضاعة ناس كتير وأمهات كتير تقولك ايه لازمتها، يعني ما ملهاش لازمة. عايزة أقولك ان هي فعلا حاجة مريحة وأداة من الأدوات اللي بتسهل علينا رحلة الرضاعة، خصوصا في الأول، لأن انتي في الأول بتقعدي ترضعي فترات طويلة، وهتقعدي مثلا أول 15 يوم 20 يوم شهر انتي ما بتعمليش حاجة غير ان انتي بترضعي البيبي فترات طويلة. السيشن بتاعت الرضاعة بتوصل لتلت ونص ساعة، فانتي محتاجة تبقي قاعدة فردة ظهرك ومستريحة، والبيبي واصل لعندك لفوق وانتي لفوق، وانتي ساندة ظهرك مش انتي اللي مميلة عليه، علشان ظهرك ما يوجعكيش، رقبتك هتوجعك، هتكرهي الرضاعة وتقولي مش عايزة ارضع. طبعا بتساعد كمان الامهات اللي والده قيصري، لان هي بتخلي البيبي محطوط على المخدة من فوق بعيدة عن الجرح خالص، وتقل البيبي مش على بطنك والجرح والتعب اللي بيكون فيه الوالدة قيصري. هل ليها بديل؟ ممكن استعين باي مخدة تانية، بس هي مخدة الرضاعة ميزتها ان هي بتلف حوالينك كلك فبتدعمك من كل النواحي، يعني بتنصب ظهرك كده. واكيد بعد شويه بنبتدي نستخدمها في ان احنا بنعمل اكتيفيتيز للبيبي وبنعمل له تومي تايم، فهي ليها كذا استخدام على كل مرحله من مراحل البيبي بيكبر فيها. اخر حاجة، وفي ناس تتفق وفي ناس ما تتفقش معايا، بس انا بشوف زي دكاترة كتير ان شفاط الحليب او شفاط اللبن، يعني شفاط الثدي، ودلوقتي بقى فيه منه اشكال كتير، هو حاجة مهمة وبصراحة ساعدتني شخصيا جدا في اني ارضع طبيعي. هو بيحفز
هرمون اللبن بيخلي مخك يستوعب انت بترضعي. البيبي في الاول بينام شوية كتير، ما بيبقاش سحبه للبن صح، ما بيبقاش لسه عارف ازاي يخلص اللبن موجود في الثدي كله، فيفضل عندك لبن متخزن في صدرك، وبالتالي يحصل ايه؟ مخك يقولك لا ما تنتجش تاني، انت عندك خلاص. تيجي ترضعي المرة اللي بعدها يا دوب يخلص، ما يبقاش فيه انتاج لبن غزير، فتقولي البيبي مش بيشبع، ويقولك لبنك خفيف ولبنك قليل ودخلي الصناعي، وساعتها يبقى فشلنا في الايه، في الرضاعة بتاعتنا. طيب هو غالي، هو امكانياتي ما تسمحش، هو ليه في يدوي، في فردي، في مزدوج؟ على حسب امكانياتك وعلى حسب انت عايزة تستثمري فيه بايه، وخصوصا لو انت قبل الرضاعة قبل ما تولدي كمان قادرة تستثمري فيه وتجمعي فلوسه وتستغليه. عايزة اقولك ان هو حاجة مفيدة جدا وحاجة مهمة جدا. ولو انت عاملة وهتنزلي بعد شوية بعد فترة انتهاء اجازة الوضع والرضاعة ويقولولك يلا انزلي، فعلا هو انقاذ انقاذ انقاذ. واللي بيعتمد عليه ما بيعرفش يستغنى عنه، غير انه هو فعلا بيريح وليه كذا استخدام، غير ان انت بتشفطي. طبعا كمان انت لو انت خارجه بره، طب انا بتكسف ان انا ارضع حتى لو بكفر الرضاعه، انا ممكن اخد الحليب اللي انا شفطته في ببرونات صغيره وابتدي اشربها للبيبي لما يحتاج، من لبني انا، من لبن الام، مش من الالبان الصناعيه اللي بناخدها بره. تابعيني الفيديو الجاي، هنبتدي نتعلم ازاي نعمل لاتشنج والتقام صحيح بحيث ما يحصلناش تشققات ثدي، واشوفكم على خير ان شاء الله.